الحبايب مساء الخير. عمال افكر في قصة الراجل ده، يعني في فعلا ممكن حد يضحي بحياته عشان غيره يعيش؟ والله انا مش مستوعبها يعني. هذا الرجل اسمه خالد شوقي عبد العال، ده راجل بسيط سواق شاحنة بتاعت مواد بترولية في احدى شركات البترول. الراجل ده من قبل العيد بكام يوم كان بيوصل شحنة وقود لمحطة بنزين في مدينة العاشر من رمضان، وبالتحديد في المجاورة 70. المهم الشاحنه ديت كانت مليانه وبتتفضى على 3 مراحل. ركن عربيته وقعد وزي الفل وسلم المهمه وتمام، مش عليه اي حاجه خالص. عمال المحطه بداوا ان هم يفرغوا الشحنه، فرغوا الشحنه الاولى والشحنه الثانيه، وفاضل شحنه في العربيه وخلاص الراجل هيركب عربيته ويمشي. فجاه العربيه النار مسكت فيها. الراجل ده لا عليه اي مسؤوليه ولا اصلا قصته ولا مهمته، وكان ممكن يعني يقول لا يا جماعه انا مش هركب العربيه ديت في مهمه انتحاريه يعني هعرض حياتي للموت. تنفجر بقى وانا اجري وخلاص. ما عملش كده، ركب العربيه وما اكتفاش ان هو يخرجها بره محطه البنزين بس وتنفجر بعيد عن المحطه وخلاص، وكده كده هي فيها شحنه واحده يعني الخسائر هتبقى بسيطه. لا، جري بيها بعيد عن الكتله السكنيه، فضل يجري لحد منطقه صحراويه واسعه. النار فعلا مسكت في الكابينه اللي هو راكب فيها، العربيه انفجرت، الراجل اتسلق، الراجل اتشوى. نزل عمال يقول للناس اللي حواليه طفوني طفوني اهل الخير طفوه، يسكت لا، يدور على نفسه مثلا عشان يروح مستشفى لا، سقط ارضا. جه الاسعاف خده لمستشفى بلبيس المركزي، وبعد كده اتنقل لمستشفى اهل مصر للحروق. عايز اقول حاجه، ان مصاب الحروق لو ما تمش انقاذه في اول 6 ساعات الحالة بتبقى خطيرة جدا، ومن الممكن ان هو يفقد حياته في اي لحظة. معدل الخطورة بعد ال6 ساعات بيكون صعب، وده اللي حصل لعم خالد عبد العال. عم خالد عبد العال الحالة حرجة، الموضوع صعب، فقد حياته بعد محاولات مضنية للأمانة من الأطباء بتوع مستشفى الحروق ان هم ينقذوا حياته، ورحل عن عالمه. رحل وترك قصة العقل البشري ما يستوعبهاش. الراجل ده يا جماعة كان عنده ابن وعنده 3 بنات. ابنه اللي بيترجى من الدنيا كان عايز نفسه يحضر فرحه. الراجل ده ساب كل ده ومات. الراجل ده كان المفروض فاضل 10 أيام فقط على فرح ابنه، كان بعد العيد الكبير اللي احنا فيه ده كان المفروض ان هو يعني يفرح بابنه، حضر للفرح وكل حاجة، ولكن هو اختار ان هو ينقذ اكتر من 1000 بني ادم كان ممكن يموتوا ويتصابوا. المنطقة ديت اللي فيها محطة الوقود دي منطقة مأهولة بالسكان، حواليها مساكن وعمارات كتيرة جدا، موظفين، محلات، قصة وليلة. في حد ممكن يعمل كده؟ ده اللي المفروض اطلع انا اتكلم عنه وغيري يتكلم عنه، ده النموذج اللي المفروض يدرس في المدارس. اقسم بالله انا لو امتلك القرار الراجل ده يتعمل درس في المنهج من مناهج الصفوف اللي سواء الابتدائيه او الاعداديه او ايا كان، لان ده النموذج اللي المفروض يصدر لاطفالنا واولادنا. الراجل ده المفروض ان هو يتسمى شارع باسمه في مدينه العاشر من رمضان، ده اقل واجب، لان المفروض ده يتعمل له ميدان. بعد اللي عمله ده يتعمل له ميدان، لان مفيش حد بيضحي بحياته، مفيش بني ادم بيضحي بحياته مهما كانت النتيجه. الروح عزيزه، والثانيه في حياه البني ادم بتسوى مليارات. ربنا يرحمه وربنا يرزقه الفردوس الاعلى. ادعوا له بالرحمه والمغفره، وربنا يلهم ذويه الصبر والسلوان، وربنا يبارك في ابنه وفي بناته ويبقوا احسن الناس. شكرا جزيلا.